يوم تزداد حوادث التفحيط في المملكة العربية السعودية، وقد أشارت الإحصاءات إلى أن النسبة الكبيرة من حوادث التفحيط في الخليج توجد في المملكة العربية السعودية. نستعرض معكم اليوم قصص نهاية أكثر 4 مفحطين شهرة في السعودية. رابعا، المدمر. ألقت السلطات الأمنية بمنطقة عسير القبض على أحد أشهر المفحطين الملقب بالمدمر، والذي له سابقة تفحيط تعد الأشهر، والتي قام فيها بالتفحيط بصحبة عدد من الفتيات. المفحط الملقب بالمدمر وقع في قبضة رجال الأمن في كمين أقامته إدارة مرور منطقة عسير بعد رصده ومتابعته، حيث أحيلت أوراق المتهم إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية التي أصدرت بحقه عقوبة التفحيط والهروب من نقاط التفتيش وفقا للمادة 69 من نظام المرور، وتم توقيفه والقبض عليه وفقا للمادة 69 من نظام المرور. ثالثا، كايدهم. قبض شرطة أمن القصيم على أشهر مفحط في المنطقة يلقب بكايدهم بعد متابعته في وقت سابق ورصده في محافظة عنيزة بطريقة جديدة بعد أن سقط في كمين أعد له، وتم توقيفه لتطبيق النظام بحقه، وذلك على إثر تفحيط وحادث مروري. لحدود الساعة لم يصدر بيان تفصيلي عن المفحط الشهير كايدهم، لكن المسؤولين الأمنيين أكدوا أن دوريات المرور الرسمية والسرية تتابع كافة المفحطين ولديها معلومات عنهم، وسوف يتم القبض على مفحط شهير لم يذكروه بالاسم. ثانيا، كلورد الشرق. قضى المفحط الملقب بكلورد الشرق و3 من رفاقه نحبهم أثناء ممارستهم التفحيط بإحدى طرق مدينة الرياض، وقد لقي ال4 مصرعهم في الحال في حادث التفحيط وسط حضور غفير من المتجمهرين والمفحطين. وأوضح الشهود العيان أن السيارة التي كان المفحط يستقلها برفقة 3 من أصدقائه انحرفت ولم يتمكن من السيطرة عليها، مما أدى لاصطدامها بعمود الإنارة بالشارع العام وأصبحت ركاما من الحديد. وقد اتجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث بما فيها فرق الدفاع المدني لفك الاحتجاز، وتبين لها وفاة السائق ومرافقيه ال3، حيث تم نقلهم مسجين إلى مستودع الأموات وسط ذهول بدا على وجوه المتجمهرين في ساحة التفحيط. أولا وأخيرا، كينج النظيم. هو من حي النظيم وأصله من منطقة القصيم في السعودية، ولكن إقامته كانت في العاصمة الرياض، ويعرف باسم الشهرة كينج النظيم وأبو شتيوي، ولا يتجاوز عمره 24 عاما. وتتنوع أماكن تواجد كينج النظيم، فهو غالبا ما يقضي أوقاته بين استراحات حي النظيم مستخدما في التفحيط سيارات مختلفة كسوناتا وأكوارد وكاميري، وهذه السيارات التي اعتاد كينج النظيم استخدامها لم تكن يوما ملكه. تمكن هذا الشاب من حصد شهرة كبيرة في عالم التفحيط، فرغم أن ممارسة التفحيط رائجة بين الشباب السعودي، إلا أن أسلوبه الدعائي المختلف لنفسه جعله الأشهر على مستوى المملكة، ولعبت جرأته دورا كبيرا في شهرته، حيث كان يقود في شوارع عامة بدل ساحات مخصصة، بل ويفحط عكس السير، كما أن خروجه وأصحابه من نوافذ السيارة وهم يحملون أسلحة أثناء التفحيط جعلت شهرته تضرب آفاق المملكة. واستطاع كينج النظيم أن يصور ممارسته التفحيط بطريقة خاصة، حيث اعتمد آلية التصوير من داخل السيارة، مما ساهم أكثر في انتشار مقاطع الفيديو الخاصة به، حتى وصل أحد هذه المقاطع إلى ما يزيد عن 7 ملايين مشاهد. لكنه وللأسف وفي صباح أحد أيام الجمعة وأثناء ممارسته للتفحيط بسيارة مستأجرة، كانت مشاهد التفحيط هذه آخر مشاهد له، بعد أن أكدت وسائل إعلام سعودية خبر وفاته. فرحم الله الجميع، وليعلم المفحطون أن ما يقومون به هو نوع من الاستهتار ورمي للنفس إلى التهلكة وترويع للناس. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.